في اقل من يوم ونص ويطل علينا الملك، الا وهو النادي الاهلي يا جماعه في بطوله كاس مصر الدور ال16 مع المقاولين العرب يوم الاحد الساعه 5 مساء. ورسميا منتخب قطر اول المودعين لبطوله كاس العالم، وهي البلد المنظم والمستضيف لنهائيات كاس العالم. ومرتضى منصور بالاتفاق مع لاعيبه نادي الزمالك لكرة اليد يعلن افلاس نادي الزمالك وتقديم شكوى لاتحاد كرة اليد ووزير الشباب والرياضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس امرا، دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي. لو اول مرة تتابعني او اول مرة تشوفني اشتراك في القناة ولايك على الفيديو لو الفيديو عجب حضرتك. والنادي الاهلي يطل علينا بطلته البهية يوم الاحد ان شاء الله الساعة 5 مساء مع المقاولين العرب في بطولة كاس مصر دور ال16، وان شاء الله باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي والصعود لدور الثمانية ان شاء الله باذن الله، واكتمال صفوف النادي الاهلي مع الغيابات، بعض الغيابات الا ومنها علي معلول مع منتخب تونس في كاس العالم، محمد محمود للاصابة، اكرم توفيق للاصابة، ولكن وايمن اشرف، ولكن ان شاء الله باذن الله الاهلي زي ما بيقولوا بمن حضر، الاهلي بمن حضر. ومنتخب قطر اول المودعين لبطولة كأس العالم بعد تعادل هولندا اليوم، وكمان من غير تعادل بعد هزيمته اساسا من السنغال 3-1. كده يعتبر المنتخب القطري اول المودعين رسميا لبطولة كأس العالم، مع ان قطر هي البلد المنظم ومنتخب قطر هو الممثل لدولة قطر في المونديال، ولكن ما فيش نصيب لقطر، واداء اساسا كان ضعيف في المباراة الافتتاحية والأسوأ في مباراة اليوم أمام السنغال بعد الهزيمة 3-1 وبالسلامة قطر. ولكن مبروك لقطر التنظيم الهائل على المستوى الكلي أو المستوى العالمي، بصراحة تنظيم فوق الوصف. واتفاق مرتضى منصور بعد إعلانه إفلاس نادي الزمالك والحجز على أرصدته، وطالع بيهلل وبيتكلم وبيقول إن ممدوح عباس حاجز على أرصدة البنوك او ارصدة نادي الزمالك في البنوك، ولكن باتفاق وشغل، يعني شغل عبيط ما يطلعش المفروض من حد مسؤول او بالكلام، لا يطلع يشوف المشاكل ايه ويحلها، بدل ما بيطلع يتكلم وبيزيد من الفشل فشل، يعني بيزيد من الفشل فشل ان هو بيتكلم على نادي الزمالك وبيتفق في لعبة معروفة وظاهرة ومكشوفة لكل الناس، وبيقول لك هجرة جماعية للاعبي نادي الزمالك بعد السلة وبعد الطايرة وبعد اليد وكرة القدم، اللي اساسا ان بكرة الزمالك هيلعب في كاس مصر مع المصري. ولكن احنا بنتكلم على ان دي لعبة مكشوفة. ازاي لعيب هيبقى عندك وانت رئيس النادي وهتطلع تقول اساميهم بالاسم كده في ورقه كاتبها وبتقرا منها بالاسم ان هم كلهم راحوا اشتكوا في اتحاد كره اليد علشان قال ايه الاتحاد ياخد المعلومه ويوصلها لوزير الشباب والرياضه، وزير الشباب والرياضه يفرج عن الفلوس او يفتح خزاينه ويودي اللعيبه ويدي نادي الزمالك. طب هو على طول بيعملوا كده، ولكن لا تعلق الفشل بالفشل، ولعبه مكشوفه من رئيس نادي الزمالك. ويا ريت في الختام كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.